سلام خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده غنشارك معكم واحد طريقه الخبز صحي كيجي غزال بزاف بزاف ومفيد. كما كتشوفوا عندي هنايا الطحين ديال الزرع، وعندي هنايا الزرارع فيها الخرطه، الزريعه الخضراء، الزريعه الكحله، الحبه السوداء، زريعه الكتان، الجنجلان، المهم جميع الزريعات. وعندي النافع. كما غنحتاجوها البنات لهذا الخبز، غنحتاج الملحه، عندي الخميره د الخبز، ومعلقه الزبده. غناخذوا بول فين غنعجنوا وغنديروا فيه الطحين. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال الطحين، دائما كناخذ العبار بكيلو. كما شفتوا غندير فيه معلقه كبيره ديال النافع، اللي ما كياكلش النافع ما يديروش. عندي الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال الخبز، ومعلقه ديال الزبده الدور ديالها في هذا الخبز انا غادي نطيب الخبز في الفران ديال الغاز باش ما يجينيش الخبز قاصح، يجيني في ديك القرمشه بحال ديال المخابز ديال الزنقه. كنديروا له هاد المعلقه ديال الزبده باش كتعطينا ديك الطراوه للخبز، ما كيجيناش قاصح، واخا يبقى يومين 3 ايام يبقى زوين. غندير واحد المعلقه من هاد الزرارع باش يجيني الخبز الداخل ديالو يجي زوين. صافي وغنعجن. دابا كما كتشوفوا غادي نعجنوا العجينه، وغادي نزيد واحد شويه د الماء سخون. كما كتشوفوا غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الزبده، هانتوما غتشوفوهم باش كتجينا العجينه زوينه ورطيطبه. سيرتو غنطيبوا الفران ديال الغاز، خصنا ضروري نضيفوا الزبده باش يجيني الخبز زوين. دائما البنات سواء كان الكروس اي حاجه بحال، المهم خبز كروس بريوش، العجينه كل ما كانت خفيفه بحال هكا كتجينا زوينه. واخا كتبغي تعذب شويه بداك التكراس وداك الشيء، ولكن راه النتيجه كتكون 100% رائعه. دائما ملي كيكون الخبز خفيف راه ما نهضروش على النتيجه. المهم انا غادي نخليه يخمر، غندير بحال العجينه ديال زمان فاش كانوا كيرقدوا الخبز بحال هكا. كانوا ضروري كيعجنوا الخبز، ضروري يخلوه يخمر في القصريه. صافي دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر. تخمر ليا مزيان، عاد غادي نرجعوا لها ان شاء الله بحول الله. كريسات صغار، اللي ما بغاتش دير العجينه خفيفه بحال هكا ديرها عاديه ثقيله وصافي. بالنسبه للمبتدئات ما غاديش يقدروا يخدموا بهذه الطريقه، لان شويه كتبقى تلصق في اليدين صعيبه. تقدروا تخليوها شويه قاصحه باش تساعدكم في بحال هكا في الخدمه. واللي كتعرف زعما تخدم بها هكا خفيفه تخليها بحال هكا خفيفه. هي كل ما كانت هكا خفيفه كتكون النتيجه زوينه. ناخذ شويه الطحين ونديروه بحال هكا في الطاوه ونحطوها. عندي هنايا الماء كندير بحال هكا ونحط في
في السرعه هكا باش كيجيوني عامرين بزاف، كيجي الخبز زوين. صافي كنبقى بحال هكا حتى كنكمل. الا بغيتو ديروا غير في جهه هكا وحده يمكن نديرو بحال هكا ونخليو هادي بلا ما ندير اللي كتكون لتحت بلاش هكا. المهم عندكم الاختيار، ديروا نتوما اللي بغيتو، نعطيتكم فكره وانتم ديروا اللي بغيتو بحال هكا. كنهزها واصلا فاش كيتقرص راه كيولي صافي ساهل، ما كيبقاش صعيب. هانتوما نديرو غير بحال هكا بس. نوريتكم جميع الاختيارات وانتم ديروا اللي ساهله، واللي جاتكم ساهله ديروها. صافي نبقى هكا بهذه الطريقه حتى نكمل حبيباتي. يلا نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخمر الخبز. دابا حبايبي كما كتشوفوا هانتوما الخبز راه خمر، غادي ندخلو يطيب الفران. بالنسبه للفران كنشعلو عليه بعافيه، كتكون بحال هكا مهيله حتى كيطيب ليا هنايا من التحت، عاد كنهبطو لتحت يتحمر الوجيه ديالو. المهم البنات كل وحده وفرانها، كل وحده طيب بطريقتها. انا وريتكم هكا بالنسبه للمبتدئات وصافي. هاد المعلومه بغيت نقولها للبنات المبتدئات وصافي. اما السيدات تبارك الله عليهم ما شاء الله راه كيعرفوا كيفاش يطيبوا الخبز. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيز البنات، كيجي غزال غزال بزاف بزاف. وكنتمنى ينال اعجابكم وتعجبكم الفكره ديال اليوم. كما شفتوا الخبز منسم بالنافع راه كيجي زوين بزاف وصحي بزاف وكيصلح لبزاف ديال الحوايج. المهم راه خبز صحي 100%. كما شفتوا ممكن لينا نقدموه مع زويته بلديه هكا في العشيه للكوتي للوليدات ولا الفطور، كيجي زوين. والخبز ديال الزرع اصلا كيتكال غير بوحدو زوين لان كيكون حلو زويون. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوه بالصحه والراحه نتوما ووليداتكم. وشكرا بزاف البنات على التعليقات الزوينه اللي كتحفزني، وشكرا لكل من انضم الى قناه خطوط امل العثماني. كنماق عليكم وكنموت عليكم، والف الف الف مرحبا بكم في قناتي. وشكرا للبنات جداد اللي جاوا من عند جميله، مرحبا بكم والف مرحبا. وشكرا لكم بزاف على التعليقات الزوينين، والى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. باي باي.